بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف فيما يتعلق بمثل هذا التلفاز الذي تنقل فيه صور المحاضرات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة. ثم بدا لي أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في وسط التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية. هذا مما قوى عندي عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه. عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق بمصلحة العامة أعظم وأكبر مما يتعلق بالمصلحة الفردية.